هنعقم مع بعض برطمانات الصلصة والمربى والسمنة. اي برطمانات عندنا في البيت بيبقى فيها حاجات وبنستخدمها وبتفضى معانا، بنعقمها وهنستخدمها في حاجات تانية زي الصلصة والمربى والسمنة البلدي. تمام. هنعمل طريقة سهلة جدا مع بعض، وفي طريقة طبعا تانية، بس انا بستخدم الطريقة دي عادة. كل مرة احب اعمل فيها مربى او سمنة او احط فيها صلصة. يلا بينا نشوف الطريقة. معايا حلة كبيرة على النار. طبعا انا هعمل 3 برطمانات، عشان كده الحلة كبيرة معانا. المية مغلية، واول ما غليت نزلت بالبرطمانات بتاعتنا، وهنزل كمان بالغطيان، وهنسيبها تغلي على النار لمدة تقريبا 10 دقايق، تغلي كويس جدا. وانا عشان اتأكد برضو بقيت اقلب البرطمانات على الناحية التانية. تمام مع الغليان. وعندنا لازم يكون في حاجة نصفي عليها بعد 10 دقايق. بصوا انا طلعتها بماسك الطعام. خلي بالك بس عشان وانتي بتطلعيها المية ما تنزلش على ايدك وتتلسعي. ولازم يبقى عندنا حاجة زي ما انتوا شايفين كده، اي حاجة حديد او سلك عشان نحط عليه الحوامل، يعني عشان نحط عليها البرطمانات. تمام كده عشان تتصفى معانا. هطلع ال3 برطمانات وهحطهم على الحامل السلك ده، وهنطلع كمان معاهم الغطيان بتاعتهم، وهرصها برضو تنشف. بعد ما هتنشف لازم تنشف معانا جدا جدا جدا. تمام. انا عملت تعقيم تاني على فكرة للبرطمانات دي هتشوفوها في فيديو التعقيم التاني، في فيديو المربى. تمام. طلعت خلاص البرطمانات وطلعت الغطيان، وهنسيبها تتصفى لحد ما تتصفى نهائي، ما يبقاش فيها اي مية خالص خالص. بعد ما هتتصفى هنقفلها ونستخدم نحط فيها بقى طماطم، تحط فيها سمنة بلدي، او تحطي فيها مربى زي ما تحبي. تمام. دي طريقة التعقيم اللي انا بعملها على طول. والطريقة التانية هتبقى في فيديو المربى. البرطمانات زي الفل ومتعقمة وجاهزة معانا نعمل بيها او نحط فيها اي حاجة احنا حابينها. وان شاء الله يا رب الطريقة تكون سهلة عليكم. شكرا جزيلا.